ما تيجوا ناكل شوية كبدة اسكندراني، حاجة كده زي الفل. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة هتجهزي طاسة على النار، هتنزلي عليها بحوالي 4 معالق من الزيت أو 3 معالق من الزيت. هتستني يسخنوا وبعد كده هتروحي نازلة بيهم بالكبدة. أي كمية كبدة اسكندراني انت عايزاها. أهم حاجة تعمل معاكي الحركة دي كده. اول ما تقولتش اعرفي ان الكبده تطلع معاكي زي الفل. اه والله. زي ما انتم شايفين لازم تكون الطاسه سخنه علشان خاطر الكبده تاخد التشه بتاعتها. طبعا دي غلطة انا عملتها وهقول لكم عليها برضو، ان انا نسيت وسبت النار واطية. المفروض النار بتكون عالية بس مش عالية قوي، يعني اللي هي متوسطة، علشان خاطر ما ينزلش منها مية وما يبقاش فيها زفارة خالص ولا ريحة زفارة. هروح نازلة بقى فصين من التوم مضروبين ماشي مطحونين خالص كده، بتنزلي بيهم برشة من الفلفل الاسود، رشة من الكزبرة، رشة من البابريكا عشان هتديك اللون اللي انت هتشوفيه دلوقتي، ورشة من الكمون. وزي ما قلت لكم رشة من الكزبرة، رشة من الفلفل الاسود، رشة من الكمون. وهحط حوالي يعني على طرف المعلقة كده ملح بس. زي ما انتم شايفين البابريكا ادت اللون اللي انتوا شايفينه، اللي هو اللون المحمر، حاجة كده بسيطة، كأنك شارياها من بره. والله كأنك شارياها من بره. والطعم جنان والريحة في حتة تانية، هتنقلك حتة تانية والله العظيم. هكون محضرة بقى معايا 3 قرون فلفل حراق بقى رومي، اللي انت هتكوني حباه زي ما انت تحبي. وطبعا الشطة اختياري برضو، علشان خاطر انا بحبش الشطة فحطيت فلفل رومي. زي ما انت شايفين هسيبها بقى لمدة 10 دقايق على نار عالية. ماشي، على النار عالية 10 دقايق فقط. وبكده خلاص بقت جاهزة معانا، وبألف هنا على قلبكم، واشوفكم في امان الله.